صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سوك الاعمدة والحوائط لازم نركب لها زوايا. الزوايا دي ممكن تكون زوايا خشب او زوايا فيوتك او زوايا فريسبيكو. طيب ايه فايدة الزوايا دي وايه افضل نوع من انواع الزوايا التلاتة اللي انا قلتهم؟ بالنسبة لفايدة الزوايا فليها 3 فوائد. أول فايدة إن سوك الأعمدة والحوائط دي بتكون ضعيفة، فأي خبطة هتتعرض لها هتتكسر. إنما لو في زاوية راكبة في السوكة مش هتتكسر، لأن الخبطة اللي هيتعرض للخبطة هي الزاوية مش السوكة. تاني سبب إن سوك الأعمدة والحوائط دي بتكون حادة جدا، فأي حد هيخبطها غصب عنه ممكن تعوره. تالت سبب علشان نظبط الشكل الجمالي للسوكة، او علشان نظبط رأسية السوكة ان هي تكون موزونة رأسيا، يعني رأسية تماما ما فيهاش ريجة او فيها مطبات. طيب ايه المقارنة بين الثلاث زوايا، او ايه افضل زاوية من الثلاثة اللي انا قلتهم؟ بالنسبة للزاوية الخشب فالزاوية دي قوية جدا وسعرها معقول، بس عيبها ان هي شكلها قديم شوية او شكلها وحش بالنسبة لناس كتير. الزاوية الفيوتك شكلها افضل بكتير من الزاوية الخشب، بس بتكون ضعيفة شوية. اما الزاوية الفريسبيكو فدي افضل نوع من انواع الزوايا اللي انا قلتهم، ودي اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده، ودي اللي انا مركبها في الشقة اللي انا فيها دلوقتي، وهصورها لكم واقول لكم كل التفاصيل عنها. باختصار كده المقصود بسوكة العمود اللي هو الجزء ده، اللي هي زاوية العمود او نهاية العمود دي كده اللي انا اقصد بيها سوكة العمود. والمقصود بسوكة الحيطة يعني مثلا دي حيطة طوب اللي هي برضو حز الحيطة ده او نهاية الحيطة او سوكة الحيطة دي. طيب ايه بقى الزاوية الفريسبيكو دي وشكلها بيكون عامل ازاي وبتركب امتى؟ يلا بينا نشوف في الشقة اللي احنا لسه مخلصينها محارة. دي كده حيطة طوب، ودي حيطة طوب. دي السوكة بتاعت الحيطتين. السوكة دي زي ما قلنا بتكون ضعيفة، فأي حد كان هيخبط فيها ممكن السوكة تتكسر، وفي نفس الوقت ممكن تعوره. وعشان نظبطها نخليها رأسية تماما زي ما انتوا شايفين كده. لو ركزتوا مع السوكة هتلاقوها رأسية يعني موزونة تماما. طيب عملنا ايه؟ ركبنا فيها زاوية فريسبيكو. لو قربنا كده هنلاقي ان في حاجة ستانلس كده راكبة، دي عبارة عن زاوية فريسبيكو بتركب في مرحلة المحارة. طيب شكلها بيكون عامل ازاي؟ ده شكل الزاوية الفريسبيكو، بس طبعا دي حتة مقصوصة من الزاوية. دي الزاوية الفريسبيكو او العود الفريسبيكو. بنيجي على السوك ونركبها بالشكل ده كده ونمحر عليها، وبعد المحارة ما بيبانش غير اللي هو الجزء ده. يعني مثلا هنا في زاوية برضو راكبة ايه، زاوية فريسبيكو ايه، لو قربنا منها قوي بتبان، بس لو بصينا من بعيد كده بنلاقي ان الزاوية مش باينة تماما. وبتيجي بعد كده في مرحلة النقاشة او مرحلة المعجون الدهانات، الزاوية دي بتاخد معجون ودهان وبتختفي تماما، يعني مش محتاجين نركب زاوية خشب او زاوية بيوتك. في هنا برضه اهو زاوية تانية. برضو الزوايا زي ما قلت لكم ما بتبانش غير للي عارف ان في زوايا، او غير للصنايعي او المهندس اللي شغال. طبعا هنا في الشقة اللي احنا فيها ركبنا كل الزوايا، كل سوك المباني طوب، وكل سوك الأعمدة ركبناها زوايا. يعني ده عمود خرسانة زي ما انتم شايفين اهو ركب له زاوية. ده برضو عمود خرسانة زي ما انتم شايفين اهو ركب له زاوية. اقرب اكتر عشان تبان الزاوية اهي. الزاوية الفريسبيكو دي بيكون طولها 3 متر، بيكون في منها زوايا عرضها 5 سنتي، يعني الشبك السلك ده بيكون عرضه 5 سنتي، ودي سعرها 15 جنيه. وفي منها عرضه سلك الشبك عرضه 7 سنتي، ودي سعرها حوالي 18 جنيه. العود بيكون طوله او الزاوية بيكون طولها 3 متر. ارتفاع الدور عندنا 3 متر، بنحط عود اقل من 3 متر بنقص العود على الارتفاع اللي عندنا. اكتر من 3 متر ممكن نوصل عودين مع بعض. والزاوية دي افضل من الزوايا التانية اللي انا قلتها، لان هي ما بتبانش، وفي نفس الوقت سعرها رخيص، وبتركب في مرحلة المحارة. مبيض المحارة هو اللي بيركبها.